القرآن الكريم كتاب نزل من أكتر من 1400 سنة، وبيتكلم عن حقائق البشر اكتشفوها بعد قرون. طيب سؤال مهم، إزاي كتاب مقدس من 1400 سنة يوصف حاجات علمية معقدة بدقة مدهشة؟ وهل ممكن العلم والإيمان يلتقوا في نقطة واحدة؟ في القرآن الكريم في آيات بتتكلم عن خلق الإنسان، وإنه بيمر بمراحل دقيقة جدا. قال تعالى في سورة المؤمنون: بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. صدق الله العظيم. العلم الحديث لما درس الموضوع اكتشف إن المراحل دي فعلا بتحصل وبترتيب مذهل ودقيق للوصف ده. وفي آيات تانية بتتكلم عن السماء وإنها بتتوسع، والمعلومة دي العلم ما أثبتهاش غير في العصر الحديث. طيب إزاي الكلام ده اتقال في زمن ما فيهوش أجهزة ولا تجارب ولا تكنولوجيا؟ ناس شافت ده إعجاز، وناس حاولت تفسره بطريقة علمية، لكن السؤال الحقيقي لسه مفتوح. هل لسه حد عنده شك إن الإسلام هو دين الحق، وإن القرآن الكريم أعظم دليل على ده؟ بس هل فعلا اكتشفنا كل الإعجاز اللي في القرآن الكريم؟ لأن كل ما يمر وقت بنلاقي إشارات أقدم من كده بكتير. عشان كده برغم كل اللي وصلنا له علميا وتكنولوجيا، إحنا لسه في بداية الفهم. اكتب رأيك واستنى الفيديو الجاي، لأن اللي جاي عن ظاهرة غريبة جدا. سلام.